أهلا بكم في قناة لوك لوك. الناس كلها ساحت النهارده على صدمه كبيره لانتقال محمد صلاح لترابزون سبور. Trabzon, are you ready? Trabzonspor. See you very soon. Trabzonspor. Bize her yer Trabzon. يا الله بسم الله محمد صلاح. ما تستغربوش، ده كان الهتاف اللي هز تركيا النهارده في مشهد يخليك تقول احنا في ماتش نهائي ولا في استقبال رئيس دولة. واضح ان الاتراك لقوا ملك جديد، لان اول ما محمد صلاح اعلنوا انه خلاص انضم لنادي طرابزون التركي رسميا وخلاص هيجي على متن طائرة خاصة، المطار قبلها بساعات من اليوم اللي قبله اتحول لمهرجان كبير. آلاف الجماهير كانت مستنياه بره، وهتافات وصريخ وتصوير من كل ناحية، والإعلام التركي كان واقف بالدور علشان ينقل لحظة وصول الملك. والأجمل إن صلاح قرر يندمج ويحتفل مع الجماهير، كان وسط الناس وتفاعل معاهم وغنى وهزر في مشهد خطف قلوب الجماهير قبل ما يركب عربية رئيس نادي طرابزون سبور اللي استقبله بنفسه وكأنه بيستقبل صفقة القرن. لكن المفاجأة اللي محدش كان متوقعها إن الاحتفال خرج من المطار ووصل للبيوت، رقصوا كمان على الأغاني المصرية، فيديوهات انتشرت لعدد كبير من الأتراك وهم بيرقصوا على الأغاني المصرية، وأشهرها طبعا أغنية بشرة خير. بشرة خير ومنادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية برا القسوة يا عيني برا يا عين يا ليل ليل الليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل. ومنادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي. وكأنهم بيحتفلوا بفوز تركيا بكأس عالم مش مجرد صفقة انتقال لاعب. ومن أول ما النادي أعلن الصفقة رسميا، السوشيال ميديا التركية انفجرت بكمية فرحة وتعليقات وحماس غير طبيعي. كل الناس بتتكلم عن وصول الملك محمد صلاح، والكل مستني يشوف هيعمل ايه مع طرابزون سبور في رحلته الجديدة. الحساب الرسمي لطرابزون سبور كمان نشر لقطات حصرية من رحلة محمد صلاح لتركيا، بداية من الطائرة لحد لحظة الوصول، تمهيدا لتوقيع العقود وبدأ فصل جديد في مسيرته الكروية. صلاح رغم الجدل والاختلاف على انه كان المفروض يروح مكان اكبر كرويا، لكن واضح ان صلاح قرر يختار تركيا بالذات علشان يكون هو النجم الاوحد هناك، ويكون النجم اللي مسيطر على تركيا كلها، زي وجود ميسي في امريكا ورونالدو في السعودية. عموما هي خطوة تمت، ونتمنى التوفيق للنجم الكبير محمد صلاح. يا ترى انتوا ايه رأيكم في الانتقال ده؟ مستنيين رأيكم في التعليقات. الناس كلها ساحت النهارده على صدمه كبيره لانتقال محمد صلاح لترابزون سبور. عندك الصدمه دي كلنا بعد كاس العالم واداء محمد صلاح فيه، كل اللي كان بيتكلم قبل كده ان محمد صلاح سنه كبر او سرعته قلت او عنده اي مشاكل فنيه. عايز اقول لكم ان ارني سلوت كان السبب الرئيسي في دمار ليفربول ومحمد صلاح. ولو محمد صلاح حتى سرعته قلت او اختلفت شويه، فلو لعب سترايكر شادو او تحت المهاجم زي ما كابتن حسام حسن لعبه، كان هيبقى مميز وموجود بشكل حلو زي ما شفناه في كاس العالم. لعيب كسر الدنيا وكان بمستوى عالي جدا. ولكن اختيار محمد صلاح لترابزون سبور، اي نعم ترابزون سبور مش موجود في شامبيونز ليج لان هو المركز الثالث في الدوري الموسم اللي فات بعد جالاتا سراي وفنربخشة، ولكن محمد صلاح ماضي سنتين وده كان شرط من شروطه، اخذ الفلوس اللي هو كان عايزها، هو كان مش محتاج للفلوس، مدير اعمال برضه اخذ الفلوس اللي هو عايزها ودي كانت من ضمن الصفقه. ولكن الاهم ان محمد صلاح اختار دوري فيه
في طاقه جماهيريه وحب وعشق وشغف للكوره غير عادي. محمد صلاح هيتالق مع ترابزونسبور لان الاجواء هناك مهمه جدا. محمد صلاح هيكون موجود هناك بيلعب اساسي، هيكون ليه مكانته وليه وضعه. اختيار محمد صلاح لتركيا، هو عنده قصر هناك وراجل متعايش مع الاجواء هناك، اسرته ممكن كمان تكون حابه التواجد هناك في تركيا. ودايما محمد صلاح لعيب ذكي بيدور على الحاجه الصعبه او الغريبه ويحب ان هو ينطلق فيها ويؤدي فيها بشكل مميز جدا. مش عايز يروح دوري يبقى فيه تقليدي او فيه نجوم واساطير راحوا قبليه في الدوري زي الدوري السعودي مثلا، دوري مميز وعنده امكانيات كويسه وكل حاجه، ولكن مستحيل يكون عنده الطاقه الكرويه والجمهور والشغف والاجواء اللي عايشها محمد صلاح مع تركيا في ترابزونسبور. كل التوفيق لمحمد صلاح، واعتقد اختيار موفق. وكمان محمد صلاح من اللعيبه الذكيه اللي ما ينفعش تراجع وراه ولا ينفع تزعل عليه. يا ترى انتوا ايه رأيكم في الانتقال ده؟ مستنيين رأيكم في التعليقات.